في بعض الأحيان الفضول يكون سبب في إدخال الإنسان في أشياء ممكن يندم عليها حياته كاملة، ومن أخطر الأشياء اللي تسبب مشاكل خطيرة لكثير من الناس اللي هما السحر والشعوذة، مثل الشخص اللي غنتكلموا عليه في قصة اليوم، اللي بسبب فضوله الزائد قام باستعمال كتاب سحر وإحضار أشياء خطيرة، والنتيجة كانت صادمة في الأخير. من غير ما نطول عليكم كتير، اعمل لايك، اشتراك وفعل زر الجرس، خد داك حاجة تشربها وجلس في مكان هادي. على بركة الله نبداو القصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكون اموركم طيبة وتكونوا في احسن حال. اول شيء رمضان مبارك سعيد، والله يدخلوا عليكم ان شاء الله بالصحة والسلامة والرزق. المهم اليوم غنتكلم بلسان اخ الشخص اللي وقعت مع هاد الاحداث. انا اسمي هشام، واليوم جيت نحكي لكم على قصة خويا حسام اللي قام بشيء جعل حياتنا كلها رعب. خويا حسام كان ولد عادي محبوب من عند جميع العائلة والأصدقاء ديالو، كان عنده أهداف وطموحات كان حاب يحققها في حياته، وأكثر شيء كان يحب يقوم به هو يسافر ويتعرف على ثقافات كثيرة، فكان عنده فضول للتعرف على كثير من الأشياء. وفي واحد المرة كان متواجد في واحد المنطقة أثرية، وجد فيها واحد المكتبة قديمة وفيها كثير من الكتب القديمة والتاريخية وحتى المحظورة. وفي هذه اللحظة شاف كتاب سحر لتحضير الجن والشياطين، فاشترى ذاك الكتاب وقال أنه يجربه ويكتشف الأشياء اللي فيه. في الأول ما كان يقصد حتى شيء، ولكن قال نقراه فقط من جانب الفضول، رغم أنه كان عارف أن كثير من الأشخاص استعملوا مثل هذا النوع من الكتب نهايتهم في الأخير كانت مأساوية. المهم حسام خدا الكتاب ورجع بيه للبيت ووضعه في واحد المكان في غرفته، وهنا بدات المصيبة. وظل مدة طويلة ما لمسش الكتاب ولا قرب منه، لغاية واحد اليوم قرر أنه يقراه ويكتشف الأشياء اللي فيه. وكنت نتمنى لو ما فتح الكتاب ولا قراه، لأن بعدها لا خويا حسام ولا العائلة ما شافوا خير بعد ذاك اليوم. المهم بعد ما فتح الكتاب وجد فيه طلاسم ورسومات وكلام ما فهم منه حتى شيء، فضل يبحث ويتعمق فيه كتير لغاية ما لاحظ تحضير زوجة من الجن، وهذا الشيء اللي خلاه ينجذب كتير للكتاب. والشيء الخطير أن الكتاب كان يوصف لي حرفيا جمال هذه الجنية والمواصفات ديالها، واصبح عنده فضول كبير لهذه العملية. ولكن بعد شوية قفل الكتاب وما كمل القراءة ورجعوا المكان ديالو، وضل يفكر في الموضوع الأيام. وتعرفوا الولد بفترة المراهقة كيف يفكر. ففي واحد اليوم جاء عندي حسام وقال لي على الموضوع بأنه اشترى واحد كتاب السحر، بأنه غيقوم بتحضير جنية، وبدأ يوصف لي فيها وكان متحمس كتير. ولكن قلت لي بأن هذا الشيء حرام، وحذرته من أن يستعمل هذا الكتاب لأنه غيدمر حياته كاملة. فقال لي غيبعد من هذا الكتاب ويتخلص منه وما نخاف من حتى شيء. ولكن كنت حاس بأنه مصر على أنه يقوم بهذا العمل الخبيث، وللأسف الشيء اللي كنت حاس به هو اللي وقع. بعد أيام حسام رجع وفتح الكتاب، لأن في واحد اليوم دخلت لغرفته وجدت بأنه كاتب رسومات وطلاسم للسحر، وهنا عرفت بأنه ماشي في طريق الشيطان. المشكلة أني ما كان عندي وقت كتير نقضيه في البيت بحكم العمل، فلهذا كان واخد راحته في هذا الشيء. لغاية واحد اليوم رجعت متأخر للبيت، والعائلة حتى هم كانوا كلهم مسافرين، والوحيد اللي متواجد في البيت هو حسام. وبمجرد ما دخلت حسيت بشعور غريب، وجدت حسام جالس في غرفته. ناديت عليه المرة الأولى المرة الثانية وما رد عليا، وحسيت بأنه واقع شيء ماشي طبيعي. فدخلت عنده الغرفة، وهنا كانت الصدمة. وجدت طلاسم وطقوس غريبة ومرعبة قام بها، وهنا عرفت بأنه قام بالشيء اللي خبرني به قبل أيام. وفجأة التفت وشاف فيا بطريقة غريبة وقال لي أنا ننتظر في زوجتي الجنية، شنو تعمل انت هنا؟ ولكن كان معصب كتير لأن ما ظهراتش ليه وما وصل حتى نتيجة. فضل ينتظر اليوم الأول اليوم الثاني، ولكن من دون جدوى، ما وقع معه حتى شيء. فأنا بدأ يقول بأن هذا الكتاب كل الأشياء اللي فيه خرافات ولا أساس لها من الصحة. ولكن بعد ما مر أسبوع حسام بدأت توقع معاه أشياء غريبة. كل ليلة بعد ما ينام كان يحلم بمرأة، ولكن ما كان يشوف ملامحها، وجهها ما كان واضح. في واحد اليوم جاء عندي مرة أخرى وقال لي على الطقوس اللي قام بها. فهنا بديت نصرخ عليه ونعاتبه بأن هذه الأشياء اللي قام بها حذرته منها، وبأن غتدمر حياته وكل عائلة غتصاب بأشياء هو السبب فيها. والغريب في الأمر أنه ما كان عاطي أهمية للموضوع، وكان يتكلم معايا بدم بارد
وكان ما عمل حتى شيء. المهم ضل يحلم بهذا الحلم يوميا، ومع مرور الوقت لاحظت أنه يدخل لغرفته ويقفل عليه الباب وما يطلع منها نهائيا لغاية ما يطلع الصباح. ولكن في واحد الليلة وهو نايم بعد منتصف الليل فجأة بدا يحس كأن شخص ما نايم بجنبه، لدرجة كان يسمع حتى صوت التنفس ديالو قريب منه. فهنا قام بسرعة يكتشف شنو هذا الشيء اللي بجنبه، ولكن بعد ما فتح الضوء ما وجد حتى شيء. ولكن مجرد ما رجع ينام حس بنفس الشيء، فحاول أنه يقوم يفتح الضوء مرة أخرى، وهنا انصدم من صوت مرأة قريب منه كان ينادي في اسمه. قال لها شكون انتي وشنو حابة مني؟ قالت ليه ماشي أنا اللي جيت عندك، انت اللي قمتي بإحضاري. حسام كان مصدوم في هذه اللحظة لأنه يسمع صوت قريب منه، ولكن ما كان عارف منين طالع ولا كان يشوف الشخص اللي يتكلم معه، وهو الوحيد اللي كان في الغرفة. فهنا قام وخرج يجري من الغرفة واتجه عندي بسرعة وحكى لي على الموضوع. فمن دون ما نشعر بديت نصرخ عليه وقلت لي حضرتك أنك تستعمل هذا الكتاب وتعمق في هذا العالم، لأن كنت خايف عليه كثير أن هذا الشيء ينهي حياته. المهم ضل كل يوم يحلم مرأة تجيه في صورة جميلة، وكان دائما يحكي لي على هذا الحلم والمرأة اللي تجيه والأشياء الغريبة اللي بدأت توقع معه. والغريب في الأمر أن بعد ما كنت نقول له أن الجنية هي اللي تجيك في الحلم فجأة تغير ملامحه ويصرخ في وجهي ويقول لي ما تكلم على زوجتي بهالطريقة. والشيء المرعب أنها كانت أمره يقوم بأشياء خبيثة ويرجع كل مرة ويفتح الكتاب ويكمل طقوس لتحضيرها على أساس تطلع عليه بشكل واضح في الواقع. يعني صارت مسيطرة على عقله كليا، وأي شيء كانت تأمره به ينفذوا بالحرف. وظل يقوم بهذه الأشياء لفترة طويلة، وبصراحة ما كنت مراقبه ولا عاطي أهمية كبيرة لأني ما كنت نقضي وقت كبير في البيت بسبب العمل. المهم ظل يقوم بهذه الأشياء الخبيثة لغاية واحد الليلة طلعت ليه الجنية، وهنا للأسف وقعت الكارثة. فكانت كل ليلة تجيه لدرجة أنه ما عاد يطلع من الغرفة نهائيا. وفي يوم من الأيام وأنا مار من جانب غرفة حسام سمعته وهو يتكلم لوحده، وهنا بديت نتأكد بأن خويا واقع ليه شيء غريب. وكل ما كنت نكلمه في الموضوع أو على اللي كان يتكلم معه يشوف فيا بطريقة غريبة وما يرد عليا ويدخل لغرفته ويقفل عليه. فبديت نراقبه ونشوف الأشياء اللي يقوم بها، ولاحظت أنه يدخل لغرفته وما يخرج منها نهائيا، وعلى طول اليوم ما يطلب نهائيا الأكل. ولكن بعد ما جاء الليل دخلت عنده الغرفة، وهنا انصدمت من الأكل الكثير اللي كان عنده واللي يظهر أنه مازال جديد. فكنت مستغرب وسألته على منين لي بهذا الأكل كله. فهنا صدمني وقال لي زوجتي هي اللي طبخات لي. بصراحة أنا في هذه اللحظة انصدمت وما قدرت لا نتكلم ولا نتحرك من مكاني، وعرفت بأن كل الأشياء اللي كنت ننبه منها هي اللي وقعت، وكل هذا بسبب كتاب السحر. فقلت لي غنقوم بإحضار شيخ يقرأ عليك. فهنا شاف فيا بطريقة مرعبة وقال لي إذا قمتي بإحضار أي شيخ لهذا البيت نهايتك أتكون على يدي. انصدمت من ردة فعله اللي كانت مرعبة، ولكن في نفس الوقت جاتني فكرة أخرى أني ناخذ كتاب السحر ونقوم بإتلافه أو نحرقه، وممكن إذا قمت بهذا الشيء تنتهي كل الأشياء اللي توقع معه. وفعلا كنت ننتظر فقط الوقت اللي يكون حسام خارج فيه من الغرفة، لغاية واحد اليوم لاحظت حسام خرج للمرحاض، فاتجهت بسرعة لغرفته وبديت نبحث عن الكتاب لغاية ما وجدته. ولكن مجرد ما وضعت يدي عليه وجدت أمام باب الغرفة ظل طويل. في هذه اللحظة كنت خايف ومرعوب وما كنت عارف أن الشيء اللي نشوف فيه ده كان حقيقي أو فقط يتهيأ لي. فتعودت بالله وقررت أنني نتجاهلو نخرج بسرعة، وفعلا اتجهت لغرفتي قبل ما يشوفني خويا حسام. فوضعت الكتاب في غرفتي وقفلت الباب واتجهت بسرعة عند واحد الشيخ وحكيت لي على الموضوع. فقال لي اللي تظهر لخوك شيطانة والأحداث اللي توقع معاه بسبب الطقوس والأعمال الخبيثة اللي قام بها، ولكن السر في الكتاب. فرجعت للبيت بسرعة نجيب ليه الكتاب، وبمجرد ما دخلت لغرفتي تفاجأت بأن الكتاب اختفى وموجدت لي حتى آثار. في هذه اللحظة بصراحة انصدمت لأن الكتاب حاطه بيدي في الغرفة وقفلت عليه الباب، فكيف اختفى؟ ولكن فجأة وجدت ورايا خويا حسام وكان شكله غريب. فقال لي بصوت مرعب آخر مرة تلمس حاجة من غرفتي. فاستغربت وقلت ليه على شنو تحكي؟ كيف عرفتي أني خديت لك حاجة تخصك؟ قال لي زوجتي هي اللي دخلت لغرفتك وخدات الكتاب وعرفت بأنك مشيتي عند الشيخ وتكلمتي ليه عليا، فهذه آخر مرة غنحضرك
والمره القادمه ما تلوم الا نفسك. تخيلوا معايا بعد ما دخل لغرفته وقفل عليه الباب كنت نسمع فيه وهو يتكلم كأن شخص آخر معاه في الغرفة، فعرفت بأن في هذه اللحظة كان يتكلم مع الجنية وبأنها سيطرت عليه كليا. ولكن حتى أنا قررت أنني ما نترك خويا لوحده ولازم نعمل شيء، وما عاد يهمني لا جنية أو حتى شيء، المهم هو خويا يرجع لطبيعته. فاتصلت مرة أخرى بالشيخ وحكيت لي على الموقف اللي صار معايا، فحدد معايا واحد الموعد وقال لي في اليوم الفلاني نجي عندك البيت ونرقيوه وإن شاء الله نتخلصوا من هذه الجنية. ولكن في ديك الليلة حلمت بكابوس مرعب، مخلوق أسود وحجمه كان كبير وغريب، فكان يهجم عليا وحاب يقتلني. وبعد ما فقت وجد جسمي كله عليه آثار الضرب، كأن الضرب اللي تلقيته في الحلم كان حقيقي. فبديت نتعود ونذكر الله لغاية ما طلع الصباح واتجهت بسرعة عند الشيخ، فقلت ليه لازم تمشي معايا اليوم للبيت وما قادر ننتظر لغاية الموعد اللي حددتي معايا، وحكيت لي على الأشياء اللي وقعت معايا. المهم موافق في الأخير واتجه معايا للبيت. وبمجرد ما دخل الشيخ لغرفة حسام بدا يصرخ ويقول لنا شنو تعملوا هنا، وكان خايف كتير وجسمه كله يرعش. فهنا مسكوا الشيخ وبدا يقرأ عليه، وكان حسام يصرخ ويقول في كلام غير مفهوم كأنها طلاسم. المهم بعد ساعات من الرقية حسام رجع لطبيعته. فهنا قال لي الشيخ خوك حسام مسيطر عليه جنية خطيرة لأنه هو اللي قام بتحضيرها. قال لي لازم تجيب كتاب السحر اللي استعمله وأنا غنتصرف. ولكن بعد ما بحثنا في غرفة حسام من الكتاب هنا كانت الصدمة، ما وجدنا ولا أثر الكتاب، كأن الأرض انشقت وبلعاته. فقال لي الشيخ كل هذا من الأعمال الجنية، وأعطاني بعض الزيوت وماء رقية نضل نعطيهم لخويا حسام على أساس يضل محصن وما تقرب منه مرة أخرى. المهم بعد يومين سمعت خويا يصرخ في غرفته كأن شخص ما يضرب فيه، فدخلت عنده الغرفة ووجدته مرمي في الأرض وحالته كانت صعيبة. شاف فيا وقال لي أنت السبب في كل شيء، وبعدها فقد الوعي. فأنا خديت ماء الرقية وبديت نرش عليه ونقرأ عليه قرآن. وبعد ما فاق قال لي الجنية لا زالت في البيت وغتقتلني وحابة تنتقم مني. فكان يتكلم معايا وخايف كتير وجسمه كان كله يرعش. فهنا عرفت بأن الموضوع صباح أخطر من الأول، ولكن لازم نعمل أي شيء فقط يرجع خويا لحالته الطبيعية ويتخلص من هذه الجنية. فكنت دائما مواظب على أنني نرقيه ونعطيه الزيوت اللي أعطاني الشيخ وما نفرقه حتى دقيقة. ومع ذلك كان يقول لي أن الجنية تجي كل ليلة في الحلم وتقوم بضربه وتعذيبه، وفعلا كنت نشوف آثار الضرب على جسمه وحالته يوم على يوم كانت تزيد تدهور. تخيلوا معايا أن خويا كنت نشوف فيه يضيع أمامي وما قادر نعمل حتى شيء لأن خديته الكثير من الرقات ولكن من دون نتيجة. وفي واحد اليوم لاحظت رسومات وطلاسم طلعت على رجله وما كنت فاهم منها حتى شيء أو شنو مصدرها، لغاية واحد اليوم كنت نايم حتى سمعت خويا حسام يصرخ بصوت عالي ويقول أنا ما عملت لك حتى شيء. فاتجهت عنده وفتحت باب الغرفة، ولكن هنا كانت الصدمة. وجدت خويا مرفوع على الأرض وكأن شيء ما ماسكه وكان يخنق فيه وما قادر لا يتحرك ولا يتكلم. وما كنتش مصدق لي نشوف فيه لأنه فعلا ماشي طبيعي. فعرفت بأن هذا الشيء من أعمال الجنية، فبديت نتعود ونقرأ في القرآن ونذكر الله بصوت عالي. وبعد شوية طاح حسام في الأرض من دون حركة وكنت نظن أنه مات، ولكن كملت في القراءة عليه لغاية ما استرجع وعيه. وأول ما فتح عينه قال لي بأن الجنية جات لعنده وكانت تضرب فيه وقالت لي أنها غتقتله بسبب أنه قام بتحضيرها وبعد اللي وقع تخلى عليه. المهم بعد الحادثة قررت أنني نهتم به ونقضي معه وقت كتير، ولكن للأسف بعد أسبوع خويا حسام توفى. في اللحظة اللي وجدته متوفي في غرفته حسيت بصدمة كبيرة لأني ما قدرت نبعده على الجنية. ولكن الغريب في الأمر وجدت طلاسم ورسومات على جسمه كامل وكل عظامه كانت مكسورة، وتأكدت فعلا بأن الجنية هي اللي انتقمت منه قامت بقتله. فقررت أنني نبحث على الكتاب بأي طريقة وحتى أنا نحرقه وننتقم منه. فبحثت عليه غرفة خويا حسام والبيت كامل ووجدت لي حتى أثر. ولكن في واحد اليوم وأنا راجع للبيت فتحت باب غرفتي ووجدت الكتاب فوق السرير. بصراحة في هذه اللحظة انصدمت وكنت خايف نلمسه. فهنا اتصلت بالشيخ وحكيت لي على الموضوع، وفعلا جاء عندي وخذ الكتاب وقال لي أنا غنتصرف فيه. ولكن في الليل وأنا جالس في غرفتي سمعت صوت يقول لي في ودني أنا غنقتلك وننتقم منك كيف ما عملت لخوك. ولكن بديت نتعود ونقرأ القرآن
لغاية ما اختفى هذا الصوت، ولكن ضلوا يوقعوا معايا اشياء غريبة لغاية واحد اليوم جاني نفس الصوت الخاص بالجنية، ولكن هذه المرة كانت تبكي لان الشيخ قام بحرق الكتاب. ومن ذاك اليوم وانا مواظب على الاذكار وعلى الصلوات، وما وقع معايا حتى شيء غريب مرة اخرى. فالله يرحم حسام ويغفر له اللي كان ضحية هذا الكتاب الخبيث. فهنا نكون وصلنا لنهاية القصة، وأنا عارف أن كثير من الناس بسبب فضولهم وقراءتهم مثل هذه الكتب كلفهم في الأخير حياتهم. فنصيحة، هذا النوع من الكتب والطريق اللي ياخدك ليها غتأديك فقط للهلاك وتقلب حياتك كلها، وممكن يوقع لك مثل حسام. والتعمق في السحر والشعوذة والقيام بهذه الأشياء فهو شرك بالله. فيكون أحسن إذا تعمقت في صلاتك وما تنسى أذكار الصباح والمساء لأنها تحمي الإنسان كثير من كل شر. المهم ما تنسوا تعطوني رأيكم في التعاليق، وإذا وقع لكم مثل هذه الأشياء ممكن تشاركوا معايا في الانستغرام ونحكيوا إن شاء الله بكل التفاصيل اللي فيها في القناة. وكيف دائما نشوفكم فيديو جديد إن شاء الله.